الأبوين الحقيقيين جابوا للبنت المتبناه فستان فخم ومتفصل مخصوص ليها، لكن بنتهم الحقيقية كان نصيبها بس الفستان اللي المتبناه رفضته، وكمان المقاس ما كانش حتى لايق عليها. والسبب في التفرقة دي علشان البنت المتبناه اتقبلت في أكاديمية التصميم الملكية المشهورة، وده كان شرف كبير للعيلة. وقالوا إن بعد 6 أيام الأكاديمية هتبعت حد ياخدها، بس محدش كان عارف الحقيقة. اللي اتقبلت فعلا كانت بنتهم الحقيقية، بس علشان كانت في السجن وقتها سابوا البنت المتبناه تاخد مكانها. ومن أول يوم البنت دي دخلت العيلة وهي بتحارب في السر بنتهم الحقيقية على كل حاجة علشان تبقى الوريثة الحقيقية لعيلة جيانج. ووصل بيها الموضوع إنها حاولت تتخلص منها بنفسها. يومها حاولت تخبطها بالعربية، لكن البنت الحقيقية لحقت نفسها وقفزت في آخر لحظة، والمتبناه خبطت في شجرة واتصابت إصابة بسيطة، لكن التعب النفسي كان أعمق، خصوصا لما الأهل والخطيب صدقوا كلامها هي بس واتهموا بنتهم الحقيقية. بعدها وبدعوى إنهم بيعملوا كده علشان مصلحتها دخلوها السجن علشان تتصلح، وما كانوش عارفين إنها هناك كانت تعبانه. بس الحظ أنقذها بالعافية وخرجت أخيرا. يوم خروجها الوحيد اللي جه ياخدها كان خطيبها، بس أول حاجة قالها لها إنها خبطت البنت المتبناه بالعربية وسببت لها إصابة خلتها ما تعرفش تمسك فرشة رسم تاني. وقال لها لولا إن البنت المتبناه اتوسطت لها كانت لسه جوه السجن، وطلب منها تروح تشكرها. البنت حاولت تشرح وتدافع عن نفسها، بس هو ما صدقش ولا كلمة. طول الوقت الكل كان بيصدق المتبناه، ولو حاولت ترد كانوا يقولوا إنها بتهاجمها. صورة البنت المتبناه المثالية كانت خلاص اتثبتت في عقولهم. حتى كعكة زهور الخريف اللي المتبناه بتحبها كانوا فاكرين إنها المفضلة عند بنتهم، مع إنها في الحقيقة كانت بتسبب لها حساسية.